احنا دلوقتي في مراحل تصنيع الخاتم من الحاج الجميل. اسمك ايه يا حاج؟ مسعد بيعمل لنا خاتم عقيق. عنده بص الاحجار عامله ازاي؟ خام كلها. هنشوف مراحل تصنيع الحجر ازاي ان انت تثقله. هو دلوقتي بيثقله وبيلمعه وهيركبه على الخاتم الجميل ده. حاجه فخامه ما بعدها فخامه من الحاج مسعد. بقالك قد ايه في الصنعه دي يا حاج؟ 40 سنة. 40 سنة في الصنعة دي. والله. بس هي حلوة. طبعا. أبا عن جد وكده؟ لا يا أنت بس. بص الخاتم بقى العقيق ولسه أخش ألمع الفضة. بس الخواتم دي فيها روحانيات يا حاج صح؟ في كل واحد حسب يعني. يعني العقيق اللي أنت بتعمله ده اسمه عقيق إيه؟ ده عقيق بلدي. عقيق بلدي. طبيعي بس. بلدي ده بيجي منين بقى؟ ده بيجي من أسوان والحتت دي. بس إيه الفرق بينه وبين اليمني؟ اليمن عشان في مصري، بتاع اليمن عشان في اليمن بس. لكن ده عقيق وده عقيق. نفس القيمة يعني. كله بس ده من بلده هنا وده من بلده هنا. مراحل التلميع دي يا حاج؟ ده بيلمع كده الحجر. الصناعات القديمة دي جميلة. الصناعات دي تحيي الجمالية والحاجات دي يا عم مسعد. ده جميل. ده انا حاسس ان انا ايام محمد علي. الحاجات الحلوة دي الواحد بيبقى سعيد في الاماكن دي والله قوي يا جدعان. وريني. طب اعملوا كده. ايوه هو دوت. بس ايه رايكم؟ هيتلمع لسه خاتم. لسه الخاتم هيتلمع ويبقى ايه؟ ماشي يا معلم. المراحل النهائيه لتصنيع خاتم العقيق. ده اسمك ايه يا حاج؟ انا عادل جمجوم. عادل جمجوم بيلمع الخاتم زي ما انتم شايفين. هيطلع بقى الخاتم ده نتفرج عليه. عملت ايه طول اليوم النهارده؟ المراحل النهائية للخاتم الجميل من عند عم عادل جمجوم. هنشوف بقى الخاتم هيطلع عامل ازاي. خاتم عادل جمجوم للمشغولات الفضية رجالي وحريمي. شوف بقى الخاتم. ورينا بقى الجمال والأناقة بتاعة الخاتم الحلو ده. بس عادي. احكي لي ايه اللي حصل في حلقة النهارده؟ ثواني يا بابا. ما شاء الله. خاتم عقيق مصور. انت ليه خسران وقاعد قوي كده؟ اعمل نفسك لا ممكن بص عقيق مصور. في شبه من الكهرمان. ايوه اللي نشوفه الكهرمان بس هو عقيق. عقيق وعقيق حر كمان. وعقيق حر. ماشي متشكرين يا عم جميل الجميل عم عادل جمجوم.